السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة اليوم 22 مع الفراخ البيضة النهاردة، وهنشوف الخلطة اللي هنعملها لهم النهاردة. أنا طبعا مجوعاهم ساعتين اهمت، عشان ايه؟ ان الفرخ معانا حصلته تنضف كده ويبقى مش معرض لأي أمراض. الفرخ ما بتسيبه يجوع شوية حصلته بتفضى خالص، وبتبقى فيها أي ميكروبات بتنضف ما بتقضي عليها، زي الصيام كده عندنا احنا. الصيام بيقضي على اي امراض عندنا وبياكل خلايا السرطانية عندنا، فبالتالي برضو عندهم ما بنصومهم هما كمان بيموت اي ميكروبات في معدتهم. والفرخ معانا بيبقى نضيف وحلو وبيجي يروح على الاكل اللي بيفرق معاه. تعالوا النهارده نشوف معانا الخلطة اللي هنعملها لهم النهارده. زي ما قلنا النهارده اليوم 22 هما الفراخ ما شاء الله عليهم حلوين. نشوف معانا الخلطة النهارده. ادي العلف اهوت، ده حوالي كيلو الا ربع علف. ده حوالي كيلو الا ربع علف. انا هحطه لهم عشان ايه؟ مش بقى هحط لهم اكتر. حوالي كيلو الا ربع كيلو علف متوسط اهوت، وكان باقي منهم حبه ناعمين كده حطيتهم زي ما هم برضو مع الخلطه هيبقوا حلوين. طب هنشوف هنحط ايه تاني النهارده. ديت بصلايه كبيره اهي بشريها مع فصين توم مع عصره ليمون. نحط بقيه الخلطه معانا. سنة شطة صغيرة خالص اهي، بصي في المعلقة سنة صغننة خالص كده. ما بنحطش احنا كتير عشان ايه؟ ما تبهدلش الفرخ معانا برضو. الشطة دي بتخلي الفراخ تترغب في الأكل كده، تاكل كويس ويبان عليها الأكل، وفي نفس الوقت ايه؟ تجر مية وتجر علف. فبالتالي كل ما تجر مية كل ما تجر علف الفرخة معانا بيبقى حلو. ادي نص معلقة كركم اهي. حلبة المطحونة بتاعتنا نص معلقة اهي حلبة مطحونة. ودي الخميرة بتاعتنا الحلوة اهي، ربع معلقة خميرة اهي. سنة جنزبيل صغيرة اهي. نص معلقة كمون على كزبرة مطحونة. حوالي معلقة خل اهي، معلقة صغيرة خل. معلقتين، معلقة ونص كده، معلقة ونص صغيرة خل. وادي العسل، نحط برضو معلقة ونص كده عسل، معلقة صغيرة طبعا. هنحط معانا ايه تاني النهاردة؟ ادي الطحينة حوالي يعني ايه نص معلقة كده، مش مليانة على اخرها. هنقلب ده كله بقى مع بعضه. صار الحبة اللي على المعلقة دول. خلط ده كله مع بعضه كويس كده.
طبعا الخلطة ديت بتزود الفرخ حلو، وبعدين احنا مش خسرانين حاجة، يعني احنا يعني ورانا ايه، احنا جايبين حبة فراخ نأكلهم ونظبطهم كده ويبقوا معانا حلوين. اولا الواحد بيأثرش في الاكل مع الطيور عشان ايه ما يشيلش ذنبه. ثانيا من ناحية تانية ما فيهاش حاجة، من يعني والله ما بياخدوا نص ساعة، يعني انا كنست تحت منهم ورحت فرشلهم تبن جديد وحطيت لهم مية بمضاد سموم، ودلوقتي رحت جايبه لهم العلف وحطيت لهم الخلطة. مش بتاخد معانا يعني الموضوع كله والله ما خد معانا نص ساعة واقل كمان. الواحد بس لو حطت يعني الموضوع لما يتعود عليه ويبتدي ان هو يتعود على الفراخ كده وعلى شغلهم، خلاص الموضوع انت عارفه انت تعملي ايه، مش هياخد معاك ايه ربع ساعه حتى، هتبتدي ان انت تعملي حاجتك بسرعه بسرعه. البصل اهوت والخلطه بدات تتجانس، ريحه الاكل اللي الواحد اتعود عليها ريحتها بصراحه جميله، يعني ريحتها مشهيه. يعني الفراخ اول ما بيشموا ريحتها بينهبلوا عليها. بصوا راجعين ايه، لانهم هم جعانين كمان. بس الخلطه عامله ازاي في نفس الوقت مش معجنه، عشان الناس اللي تفكر ان احنا بنعجنها، يعني لا، انا بحط على قد كميه الفراخ اللي عندي العلف اللي هم هياكلوه، عشان مش يفيد منهم، مش عايزه افيد منهم حاجه. طبعا انتوا عارفين العلف غالي وحرام، في نفس الوقت ما اقدرش اسيب الخلطه دي تدوم اكتر من 3 ساعات. فالخلطه دي بقى بتخلي الفرخ جسمه يتفتح معانا، واللحمه بتاعته تبقى حلوه مسكره، وبتزود اللحم في جسمهم وتزود وزنهم. طب تعالوا نحط لهم الاكل ونرجع لبعض تاني. اهو بسم الله ما شاء الله حطيت لهم الاكل، الفراخ جري عليهم بسرعه، يعني طبعا هم جعانين وعايزين اكل، فهم الفراخ عاملين ازاي ما شاء الله عليهم. قلبوا العلافه طبعا من كتر اللي هم عليهم. انا هظبطها لهم بس اهو. بسم الله. الله ربنا يبارك لنا ويبارك لكم ان شاء الله، ويا ريت كده تحاولوا ان انتوا تعملوا معانا، جربوا بس الموضوع دوت هتلاقوه كويس جدا. اهم حاجه النظافه يا ولاد تحت منهم. بصوا انا كنست ونضفت وحطيت لهم تبنه اهو تحت منهم. اهم حاجه النظافه. في ناس كتير يقولوا لك لا احنا مش بننضف تحت منهم، احنا بنسيبهم زي ما هم كده لغايه لما يتذبحوا، نرش تبن بس كده فوق المخلفات بتاعتهم ونسيبهم زي ما هم، لان الريحه بتاعتهم اللي هي اللي بتكبرهم، يعني الريحه بتاعت الفراخ المخلفات بتاعتهم هي اللي بتكبر الفراخ. لا طبعا ده المخلفات اللي تحت منهم ديت لما ريحتها بتبقى حراقه جدا، انت نفسك لو سبتيها لغايه يوم الذبيح هتلاقي الريحه بتحرق في عينيكي، تعمل حرقان في عينيكي بطريقه فظيعه ما تستحملهاش، ومناخيرك والتنفس الصدري مش هتقدري تستحمليه، فبالتالي بيأثر برضو على الفرخ عندك، الفرخ ما بيقدرش يتنفس منها. انا عن نفسي انا دلوقتي كمان انا بنضف باستمرار، فبنضف عادي هم موجودين بزقهم في جنب كده وانضف. انما انا لو بنضف لو المكان ضيق وبنضف هم موجودين يتعبوا مني، زي ما قلت لكم كده هم كانوا صغيرين انا كنت بشيلهم من انهم في كرتونه وانضف واحطهم تاني عشان المكان كان ضيق. انما لا دلوقتي انا بهشهم في ناحيه كده واعمل. انما لا ما ينفعش ان احنا نسيبهم، ده بيأثر على التنفس عندهم وعلى عينيهم، تخلي عينيهم تتعبهم، مش بيبقوا شايفين كويس وعينيهم دي تقفل من التعب. طب وليه بقى احنا في غنى عن الموضوع دوت؟ ننضف لهم كده يا جماعه اول باول، هتحس ان الفرخ بيفرق معاه النظافه، وبيزيد معاك وبياكل كويس وبيسحب في العلف وبيسحب في الميه كويس. يا رب تكونوا استفدتوا معانا النهارده، ويا ريت تدعموني باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وعشان تشوفوا كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.